ملعب ادي جرجس مجدي بيلعب الكره هناك لمؤمن ناحيه اليمين. مؤمن بيلعب كره عرضيه خطيره، ودي بقى المره دي كريم علاء بيقطع. والهدف الاول، الهدف الاول في المباراه لنادي السكه الحديد من المتابعه. الهدف الاول لنادي السكه الحديد من المتابعه في اللقطه اللي فاتت دي مشاهدينا الاعزاء، ويتقدم نادي السكه الحديد بهدف مقابل لا شيء. سجلوا بقى هنا امامنا اللاعب مصطفى حماده لاعب وسط الملعب اللي اخذ الكره مباشره على يمين حارس المرمى اللي هو زياد عسكر علشان يتقدم نادي السكه الحديد بهدف مقابل لا شيء. يعني كنا لسه بنتكلم ولسه بنقول ملاحظاتنا على كل الكرات العرضيه اللي بتشكل خطوره. كان تعود كريم بيلعبها الى صباحي، صباحي بيلعب يوسف فهيد. هل ياتي الفرج؟ ادي يوسف فهيد، يوسف استغلال لمهارته يوسف وبيلعب كره عرضيه. عملها اخيرا علي خليل يسجل هدف التعديل. علي خليل يسجل هدف التعديل في مباراه اليوم. الله عليك يا علي يا خليل، وهدف التعادل في احداث هذا اللقاء لصالح نادي رافييلا. ادي بقول لحضراتكم لسه